بأحمد، إيش بتقدم لهم؟ كتبت على الوضع الحالي أوكي. لليمن. نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن أشرف المطري: رجالك يا وطن فرسان، على صهوة خيول المجد ما توقف مواكبها. عناقيد الحوار طابت دنت له تزت الأقصى، ولو هي ما دنت لك يا وطن نرقى ونحسبها. تطمن يا وطن وابشر بمستقبل رفيع الشان، مستقبل بها الأوطان جنة من عجائبها. نصيغ المنجزات المقبلة في حرف وتقى، ونرقى للسماوات الثراء نقطف كواكبها. ولي رؤيا كما زرق اليمامة تسبق الأزمان. أرى المستقبل وعين التفاؤل ما أكذبها. أرى عبد الله البردوني يتجسد بكل نساء، بمبدأ قصة الأمجاد تحمد يد كاتبها. وراء حكمة علي زايد مطر هاطل على الأذهان، روت صحراء العقول القاحله وانبت عشائبها. وراء أرواء بنت أحمد على بنت اليمن فستان، مرصع بالثقافة والحلا يعقد حواجبها. تطمن يا وطن تضمن يا وطن وامسح دموعك وترك باقي الأحزان. تضمن يا وطن وامسح دموعك وترك باقي الأحزان. غدا بإذن الله أحلى والهموم والله يعجبها ترابك كل ذره فيه، فاخرنا بها الأوطان. مخضب بالكدح والحب ودمانا تخصبها. ولو قالوا اليمن تهتك نهضنا للعدو شجعاء. من تجرأ أذاها صعب يسلم من مخالبها. رجالك يا وطن ما هاب ترهاب وخشت عدوان، فدا عينك ونار الموت من أجلك نلعبها. ونار الموت من أجلك نلعبها. يعطيك العافية.